الجبارين وناصر المستضعفين. بسم الله الذي لا ينفع مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يهدي كيد الخائنين. اصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، جئنا هنا لنعبر عن تضامننا المطلق مع إخواننا في فلسطين، يعذبون ويقتلون ويذبحون ويصلبون. جئنا هنا لنقول لكل الناس، لمن أراد أن يفهمنا من الناس، أننا لن نتنازل عن فلسطين، وأن فلسطين في قلوبنا ووجداننا وعروقنا ودمائنا. جئنا هنا لنقول لكل الناس أن أي خطوة تنزل في فلسطين تعنينا هنا نحن في المغرب. يا صهيون يا ملعون، يا صهيون يا ملعون، هسا في العيون، هسا في العيون، هسا في العيون، هسا في العيون. تعنينا نحن هنا في المغرب لأننا أمة واحدة وجسد واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا هنا لندق ناقوس الخطر لما يحدث في غزة، وما يحدث في غزة يدمي القلوب وتضرب من أجله الدموع. طفل يذبح، أخت تغتصب، شيخ يهان. أفلا يستيقظ فينا الضمير؟ أفلا تستيقظ فينا المروءة؟ يقع هذا أمام صمت رهيب من المجتمع الدولي للأسف الشديد، الذي يتعامل بمكيالي داعش التي نراها فقط تسلط سيف انتقامها على المعطلين وعلى الدراوش وعلى المحقورين، وما أحداث كسبلطة عنا ببعيدة وقبلها أحداث العوامة. فمن هنا، من هذا المنطلق، نعبر عن تضامننا مع إخوان ديالنا في فلسطين. أحباب الكرام، الصور التي تصلنا من فلسطين هي صور صادمة وصور مخيفة جدا، تعبر عن وحشية الكيان الصهيوني وعن غطرسة هذا الكيان الذي نراه متعطشا لدماء المسلمين، نراه يتلذذ بأطفالنا في غزة. أطفال ديالنا في غزة والإخوان ديالنا في غزة يحتاجون منا لكثير من الدعاء، لكثير من الدعم، لكثير من المساندة. يحتاجون منا في قيامنا، في صلاتنا، في ركوعنا، في سجودنا، الدعاء الدائم لإخوان ديالنا في غزة. يا الله يا الله يا الله يا الله، ومنا غيرك يا الله، ومنا غيرك يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله.
للأسف الشديد هذه الأحداث لا تحدث فقط في غزة، في كل قطر مسلم للأسف الشديد نرى دماء ونرى عشلاء. من هذا المنطلق أيضا وفي هذا المكان نعبر عن تضامننا مع إخواننا في سوريا، فك الله أسرها وخلصنا من المجرم بشار الأسد. لكن أحباب الكرام، رغم هذه النظرة التي قد تبدو سوداء والتي قد تبدو مظلمة، لنا يقين كامل يقين مطلق اليقين إن شاء الله أن النصر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المستقبل للإسلام وإن كان للظلم جولة فللحق جولات بإذن الله سبحانه وتعالى. نصرنا راه قريب، نصرنا راه قريب، وعجل به يا مجيب، وعجل به يا مجيب، ونصرنا راه قريب، نصرنا راه قريب، وعجل به يا مجيب، وعجل به يا مجيب. طال الزمان أم قصر ستتحرر فلسطين إن شاء الله، وهي مناسبة أدعو فيها نفسي وأدعو فيها إخواني إلى الرجوع إلى دين الله وإلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن نستطيع أن نحرر فلسطين، لن نستطيع أن نحرر فلسطين حتى نحرر أنفسنا من الهوى ومن الشيطان ومن المغريات. بهذا فقط ستتحرر فلسطين. ومن هذا المكان نترحم على الشهيد البطل أحمد الجعفري، وقبله الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وسعيد صيام وكافة شهداء في غزة وفي مناطق العالم الذين يدافعون عن شرف هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة. تقبل الله الجميع، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم شهداء. آمين يا رب العالمين. نقرأ الفاتحة ترحما على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.